حريشات صغار اقتصاديين لذاذ بزاف. المذاق ديالهم كيجيونا خفافين وهشاشين ورطبين بزاف وبلا زبده بلا حليب، يعني اقتصاديين بزاف. غير بالما كنعجنوهم. هاد الوصفه هادي سجليها عندك، غادي تنفعك وغادي تولي معتمده عندك لانها وصفه ناجحه 100% من اول تجربه. المهم هنايا عندي سميده ديال الحلوى، عندي ديك سميده رقيقه ديال الحلوى، غنستعمل منها 750 غرام تقريبا، نقول 700 غرام لانني الباقي غير جمعت به هذوك الحريشه ديالنا. المهم كنشدها هنايا في واحد لوبول هكا كبير، كنغربل ديك السميده مزيان. هنا راه تقطع ليا الوصفه تقطعات لي، يعني ما تسجلوش ليا هذوك المقادير اللي ضفت، ولكن غنخليها لكم مكتوبه تحت من العنوان، يعني في الفيديو. صافي المهم هنايا كنشد هذيك السميده كي قلت لكم، كنغربلها على هذا الشكل، كنضيف ليها معلقه ممسوحه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال الملحه او شويه ديال الملحه، المهم عينيكم ميزانكم. وكندير 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وواحد الكاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت نباتي، هي باش كنبسبسو هذيك السميده. وكنديروا حتى واحد الخماره ديال الحلويات من فئه 7 غرام ولا 8، وكيس ديال الفانيلا. المهم انا كي قلت لكم هذيك لابارتي ما تصوراتش ليا. المهم هنايا من بعد ما كي قلت لكم جمعت داك العناصر اللي ضفنا، كنبسبسوها هكا بهذيك الزيت مزيان. عاده كناخذ الماء دافي هو باش كنعجنها. كيما كتشوفوا معايا العجينه ديالها باش تنجح معكم خاصها تكون خفيفه بزاف، يعني تكون جاريه، لان السميده ملي كتخليوها كتشرب. فهمتوا؟ الا بغيتوا هاد الحرشه تجيكم رطبه وتجيكم هشيشه، حيت الا درتوها ثقيله وقاصحه راه ما كتجيش، كتجي دايره بحال الخبز، ما كتجيش زوينه. انا فايته مشاركه معكم في يوتيوب. المهم لا بغيتو تلتحقوا بالقناه ديالنا شهيوات زكيه المراكشيه، مرحبا بكم. دايره معكم حريشات غزالين بالحليب وكتكون فيهم شويه تاع الزبده، حريشات اللي بنان بزاف، دايرين بحال الغريبات السميده، يعني كيجيو غزالين في المذاق ديالهم بزاف. المهم ولكن حتى هادو اقتصاديين وحتى هما كيجيونا خفافين بزاف بزاف. المهم كي شفتوا معايا جمعت الخليط، كي قلت لكم الخليط يكون خفيف، كنغطيه بالسلوفان وكنخليه تقريبا واحد 20 دقيقه. عاده كنجي كنخدموا الحرشه تاعنا. المهم كي شفتوا معايا هنايا راه كناخذها هكا باقا هي خفيفه، يعني كنهزها كما شفتوا غير دغيا دغيا كنهزها، كنحطها في واحد الطبسيل اللي درت فيه شويه ديال السميده باش كنجمعها باش نقدر نشكلها على الشكل الدائري ديال الحريشات الصغار. وهاد الوصفه هذه ممكن ديروها يا اما حريشات صغار ولا ديروا حرشه كبيره هكا في المقله. الا بغيتو نشاركها معكم نشاركها معكم ان شاء الله. صافي المهم انا هادو الصباح ديت وليداتي المدرسه، درت الغدا كيطيب، قلت بلاتي نصاوب هاد الحريشات هادو بين ما طاب الغدا هكا كينفعوا الكوتي العشيه، كينفعونا هكا الوليدات المدرسه والفطور الصباح. المهم حريشه زوينه كتبقى دائما واحد الوصفه اللي تنفع هكا تكون عندك في الدار. انا كنصاوبهم كتار وكنديرهم في الكونجيلاتور، وقت ما بغيتهم كنسخنهم. المهم صافي كما شفتوا معايا درت الحريشات هكا، كنبدا كنديرهم على شكل هكا دائري هكا، كنجمعهم وكنبدا كندوزهم في ديك السميده وكنشكلهم هكا بهذا الاطار ديال الحرشه. الا ما عندكمش راه ممكن ديروا غطا ديال القرعه، ممكن ديروهم غير هكا بيديكم تشكلوهم دائري. المهم نتوما على حسب كيفاش كديروا الحرشه ديالكم. صافي وكنبدا انا كنصاوبهم كاملين تقريبا. عاده كندوز كنطيبهم بين ما كتكون المقله كتسخن ليا، كنشكلهم كاملين باش كيزيدوا كيعاودوا يرتاحوا تاني من جديد. ما كنجيو فين نطيبوهم بحال كيكونوا خمروا شويه، فهمتوا؟ ما ديك الخميره اللي كيخمروا راه كتجيب لينا، كتجيبهم لينا خفافين ومنفوخين من الوسط ورطبين، ما كيجيوش ناقصين بحال الخبز. المهم هنا بعد ما سخنات المقله مزيان وكملتهم كندوز كنطيبهم على هذا الشكل هذا. يعني كنحطهم في المقله، كنقص البوطه، ما تكونش البوطه مجهده بزاف باش ما يتحرقوش لكم، كيطيبوا غير على المهل. وانتم كتبقاو كتقلبوا هكا وهكا بحال طيابه المسمن. يعني كي كتشم العافيه كتقلبوها الجهه الاخرى وكتبقاو تقلبوا من هنا لهنا حتى كطيب مزيان وتحمر وتاخذ لكم هذاك اللوين محمر هكاك، عاد كتحيدوها. صافي كيما شفتوا معايا كنجيب حدايا هادوك الاخرين اللي كانوا حتى هما اللي شكلتهم من قبل، وكنبقى كنطيب هكا فين ما خوات شي بلاصه كنحط فيها وحده اخرى، يعني حتى كنكملوهم. الطياب ديالهم راه ساهل دغيا كيطيبوا لينا. داكشي علاش كنقول لكم عودوا شكلوهم هو الاولاني، حطوهم هكا في شي طبسيل ولا شي طاوه ولا شي حاجه كاملين، عاد طيبوهم حيت دغيا ما تياخذوش لينا بزاف في الطياب ديالهم. فهمتوا؟ العافيه ما تكونش مجهده باش ما يتحرقوش لكم يقصحوا لكم وما يطيبوش لكم مزيان. المهم هذا هو الشكل تاعهم كما كتشوفوا معايا، كيجيو زوينين، كيجيو خفاف بزاف بزاف. البنات غير جربوهم على حسابي وردوا عليا الخبر هكا الا جربتوهم. المهم انا هاد 700 غرام راه خرجت لي 24 حريشه، يعني راه اقتصاديين بزاف وفيهم غير الماء كي قلت لكم، ما فيهم لا حليب لا زبده.
هانتوما غنحل معكم وحده هنا راه باقيين سخانين كما شفتوا معايا، كنحلها يعني بسهوله وكتجينا كي قلت لكم رطبه وزوينه وبنينه. صافي ممكن هكا تاكلوهم مع شويه ديال العسل في الوسط، شويه ديال الشوكولاط نوتيلا، شويه ديال الفرماج، اي حاجه يعني تاكلوهم مالحين وحلوين بجوج. الا بغيتو نشارك معكم حتى الوصفه ديال الحريشات اللي تيكونوا معمرين ومالحين ان شاء الله نشاركها معكم. شكرا على المشاهده والى فيديو جديد.